دخلنا بقى عندك على الاسئله المقاليه، وكل واحده عندك من الاثنين دول بدرجتين. السؤال قبل الاخير 45. solenoid was 400 turns wounded with an equal spacing. ادي solenoid بعدد لفات اديها لك wounded with an equal spaces in metallic core with a length 88 سنتيمتر، وادي الطول. ماشي. الدايمتر ب 4 ملم. ده دايمتر ايه بقى؟ ده الدايمتر عشان نجيب الاريا. ماشي. wounded around space metallic core with length كذا ودايمتر كذا. ماشي. ده دايمتر، فاقدر اجيب منه الاريا باي ار اللي هو 20 في 10 باور نيجاتيف 3 باور 2. عدى الكرنت ده فلو ثرو ات. السكند سيلينويد شكلها كده داخل على ميتشور اندكشن، يبقى ده ان 1، ده ان بتاعت السكندري كويل. wounded around first solenoid. ماشي. if the current in the first coil dropped to zero during الزمن ده، يبقى الكرنت فانش خلال دلتا تي ده. احسب الافريج انديوزم اف في السكندري كويل at that time. طب استنى بقى، الانديوزم اف بتاع السكندري كويل بالراحه هتساوي ان سكندري في فاي دلتا فاي سكندري على دلتا تي، والفاي السكندري تساوي اريا السكندري في بي البرايمري. هي بقى التركه دي كنا بنتكلم عليها جامد جدا دي. ان سكندري في اريا سكندري في البي اللي جايه من عند البرايمري اوفر دلتا تي. طيب انا طبعا لما اجيب سولينويد والف حوالين سولينويد تاني يبقى اريا الاثنين بتبقى زي بعض. طب ما كلام جميل جدا. ميتاليك كور اداني دايمتر ميتاليك كور، فدايمتر ميتاليك كور هو اريا الكويل. طب عارف انا هعمل ايه دلوقتي؟ هروح اجيب البي بتاعه البرايمري كويل. البي قانونها منيل. البي بتاعه البرايمري منيل ميو ان 400 بتاعه البرايمري. الكرنت كان بكام؟ الكرنت 5 امبير على طول السنود اللي هو طول الايرن كور 88 سنتيمتر. 88 في 10 باور نيجاتيف 2. كده هطلع البي بتاعت البرايمري بكام؟ يلا ميو 4 باي في 10 اهي. بص knowing that same length. بص ركز. البرميبيليتي بكام؟ 2 باي في 10 باور نيجاتيف كام؟ 5. فركز البرميبيليتي مش احنا واخدين عليها 2 في باي في 10 باور نيجاتيف 5 عشان دي لعبه كده معفنه. في الان 400 في 5 على 88 في 10 باور نيجاتيف 2 تطلع البي بتاعتنا 0.143. 0.143 تسلا. طب حلو بقى، ادينا طلعت البي بكام؟ اعوض بقى عشان اجيب الانديوزم اف بتاع السكندري. يلا الانديوزم اف بتاع السكندري. الدنيا مزنوقه جدا بس هعمل ايه؟ يلا ان السكندري بكام؟ ان السكندري ان بتاعت السكندري بكام؟ اكيد قالها 200 في الاريا بتاعت السكندري اهي باي ار سكوير. ممكن احسبها على طول الاريا دي 3.14 في 0.2 لا على طول في 20 في 10.3 اور بار 2 دي باي ار سكوير. فتطلع الاريا بتاعتك 1.256 في 10 باور نيجاتيف 3 ملتبلاي البي اللي انت طلعتها 0.143. ادي ان 2 في اريا 2 بي 1 على دلتا تي. دلتا تي بكام؟ الفانش حصل في زمن كام؟ اداك التايم. هو فين التايم؟ اهو 0.002. يلا بينا 200 multiply الاريا multiply 0.143 divided 0.002 equal. اول واحده هتطلع 17.96.
يبقى الانديوزمنت بتاع السكندري 17.96 فولت، يعني ابروكسيميتلي 18 فولت. طب عاوز الميتشال اندكشن كوفيشنت ما بين التو كويل. الميتشال اندكشن كوفيشنت ام ممكن اجيبها من قانون نفي ان 2 دلتا فاي 2 على دلتا اي 1. فالميتشوال اندكشن اهو ان 2 اللي هو ان سكند، دلتا فاي 2 ايه في بي اهي موجوده عندك، اريا 2 ملتبلاي بي 1 على دلتا اي 1 اللي هي 5 امبير. يلا 200 معاك والاريا وياك، ادي 200 في اريا 2 1.256 في 10 -3 ملتبلاي 0.143. كده انا قلت ايه؟ ان اي بي على الاي بقى 5. هيطلع ان الميتشوال اندكتنس كوفيشنت، هيطلع الانسر بتاع الميتشوال اندكشن كوفيشنت 7.18 في 10 باور نيجاتيف 3 هنري. ده الانسر بتاع السؤال اللي احنا لسه مطلعينه دلوقتي سوا. خدت ان سكندري في اريا سكندري في بي 1 على دلتا اي 1، فحسبت الحسبه بتاعتك ادي الان في الاريا ماشي في البي اللي جبتها على الكرم ب 5 يطلع 17.18 في 10 باور نيجاتيف 3 هنري.